السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي على قناتي الست المصرية على أسرة، وحشتوني من بعد آخر فيديو نزلناه مع بعضينا زي بعض. أنا بعوق عليكم في الفيديوهات بس الحمد لله كل تأخير وفي خير. ما تنسوش بقى قبل ما نبدأ فيديو النهاردة وقبل ما نعمل أي حاجة نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. بعد ما نصلي على الحبيب على المصطفى نقوم نشوف مصالح بيتنا باتي. طبعا ان شاء الله النهارده هي اللي هتقوم معاكم بروتين البيت، عشان انا كنت تعبانه فقالت لي خليكي انت يا ماما ارتاحي وانا يعني اشوف اروق واكنس وامسح واعمل كده الحاجات اللي عايزه تعمل. فطبعا انتوا عارفين احنا كنا طالعين من العيد كل سنه وانتم طيبين، وطبعا البيت نظيف وعامه ايدينا في البيت كل يوم، فالبيت نظيف يعني ما كانش هياخد حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. فهي مسكت البيت بقى، اول حاجه بدات بقى المطبخ. مسكت المطبخ، لمت العيش وروقت المطبخ ولمت المواعين في الحوض اللي كانت عايزه تديها، كان حبه مواعين قليلين يعني، وظبطت الدنيا ودخلت بقى على بقيه البيت من بره. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا يا ربنا يبارك لي في ولادي يا رب، اللهم يعملوا لكم اللهم امين. طبعا انتوا عارفين ان الصاله كان فيها الكنبه، فرجعت النظام القديم تاني. الاول خالص ما كانش، كنا احنا برضو قاعدين كده، ما كانش فيها الكنبه، والكنبه كانت في الدكان. فده انا دخلت الكنبه الصاله وفتره، ورحت رجعت للنظام القديم تاني. قلت لا خلاص انا هرجع للنظام القديم. ما كانش فيه اي حاجه خالص، وكنا وناكل ونشرب في الصاله. لما كنت جايبه الكنبه، لما جبتها وحطيتها، كنت جايباها من الدكان وحطيتها في الصاله، ضايقت لي المكان، وحسيت ان المكان ده ما كناش بنعرف نقعد ناكل ونشرب كده. هي ايوه كانت حلوه، بس هي كان لما نيجي ناكل ولا نتغدى ولا نفطر ولا اي حاجه زي كده ما كناش بنعرف نقعد كلنا في الصاله. كنا بناكل في الدكان، وكل شويه طبعا ما ينفعش طبعا ناكل في الدكان لان على وش الشارع وكده فقلت لا انا هرجع للنظام القديم تاني خالص. ما كانت ما كانش فيه في الصاله كنب خالص، وارجع للنظام القديم تاني واللهم صل على سيدنا محمد، والغي الكنبه خالص، ادخلها اوديها مكانها يعني. فطبعا رجعت بقى للنظام القديم تاني، ورجعت ريما لعادتها القديمه، وبقينا ناكل ونشرب في الصاله يعني وكده. يعني لغيت حته الاكل في الدكان وكده، تبقى انا ناكل ونشرب في الصاله، وقعدنا بقى كله بقى في الصاله. ايوه احنا قعدنا برضو ساعه ما كنت جايبه الكنبه كله كان في الصاله، بس طبعا الاكل والشرب كنا بناكل في الدكان، فما كانش ينفع برضو ان احنا ناكل في الدكان لان هو على الشارع. فرحت قلت لهم لا يا عيال خلاص نرجع النظام القديم خالص، نودي الكنبه بقى مكانها، ونرجع الصاله زي ما كانت، زي ما كان، ما كانش فيها اي حاجه خالص، وزي ما كنا بنقعد كده فاضي على الارض يعني، ما كانش فيه اي حاجه، ما كانش فيه كنبه يعني. راحوا العيال ولاد قالوا لي خلاص ايوه احنا نرجع النظام القديم. يا ساره على فكره ما كانتش موافقه ان انا ادخل الكنبه الصاله، بس انا قلت لها لا يا ساره احنا ندخلها تغيير يعني، بنحب التغيير، وان احنا نقعد في الصاله وكده على الكنبه وكده. فطبعا ما كانش بيشيلنا كلنا الكنبه، وكانت مضايقه المكان. فساره قالت لي شفت يا ماما، ما انا قلت لك من الاول ما ندخلش الكنبه، ما نسيب الصاله زي ما هي واسعه كده. فكنت انا صراحه اللي مصممه، فراحت قالت لي لا احنا نرجع بقى. احنا قلت لها خلاص يا ساره احنا نرجع النظام الاولاني نرجع كده النظام الاولاني خالص، لما كانت الصاله ما كانش فيها اي حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. فطبعا رحت رجعت ريما لعادتها القديمه، ورجعنا كل حاجه مكانها. حسينا برضو ان احنا برضو لما بنيجي وقت الاكل وكده بنيجي ناكل في جوه البيت في الدار كده وما بيبقاش على الشارع وكده وحلوه. فعلا هي كان كلام ساره وابوها كان صح، لما قالوا لي لما لو دخلت الكنبه الدكان هتضايق لك الصاله. بس انا اللي كنت مصممه، ما انا بحب يعني عامه التغيير يعني، كنت حابه تغيير. هي قعدت فتره كانت هي حلوه برضو، كان تغيير حلو، بس ما كناش بنعرف ناكل ولا نشرب يعني في الصاله، لان هي طبعا الكنبه كانت اتحطت فيها. بس حبيت بقى نغير كده ونخش الكنبه عشان لما نيجي ناكل ونشرب يبقى المكان واسع، والقعدة تبقى واسعة زي رجعنا يعني، رجعت لي من العيد القديم. طبعا زي ما انتم شايفين كده آية كانت عزكم الله وخلاص، هو طنشت له احتراب كتير، والبيت هو اللي كان نضيف والله والحمد لله. بس احنا حبينا يعني بنحب نعمل نشيل الفرش كله كل يوم ونكنس ونمسح عزكم الله ونروق يعني وكده. حتى سيف
كان عيان وكده، فرجع الحصيرة وكده وبهدلها. فمحمد ايه قال يا محمد يعني غسلها، قال لها انا اغسلها يا ماما، هي كانت نضيفة وكل حاجة، ما كنا غسلها على الايد يعني. فمحمد شطفها شطفة كده وهو بيشطفها، وانا بديله بتاع البريل والحاجات التنظيفات بتاعت الغسيل يعني، الكب بتاع الحصيرة قدر الله ما شاء فعل. فهو خلاص كده خدها غسلها، هي نضيفة زي ما انا قلت لكم، يا دوب بس نزل الحاجات اللي عليها وخلاص، على طول على طول. وهسيبها تتصفى زي ما انتم شايفين. حتى هو بيحاول يعبيها وانا بقول له لا خلاص سيبهم كده كده تياه، خليهم اشرب بيهم يعني الحصيرة وكده كده. احنا كنا نكبهم على الحصيرة وهنمسح بيهم. بعد ما يخلص بقى الحصيرة كده هسيبها تتصفى وهنشوف هنكمل ايه. ويا رب يكون روتين النهارده عجبكم ونكون افدناكم باي حاجه. هو بيقول لي يا ماما كبت، قلت له لا عادي عادي. فهو بقى هو زي ما انتم شايفين، لازم خلي ولادك يشاركوا معاك في كل حاجه. فنجهز بقى جردل المسح كده وهنمسح ويا رب النهارده اكون افدتكم لو بحاجه بسيطه. وما تنسيش بقى الله يكون اشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انتي مشتركه وما جالكيش اشعار، الغي الاشتراك واشتركي من جديد. خلاص كده خلصنا وهنبدأ بقى تياه. كنت أعزكم الله يكب فلاش في الحمام وهنغسله. فقلت يعني أكب فيه وأسيبه لما أمسح بعد كده ترجع تاني عشان ريحة الفلاش قوية وكده. وكده خلصنا وفرشنا. بعد ما خلاص كده مسحنا ونضفنا وفرشنا، بس بالله عليكم تدعوا لسيف ابني ان هو عيان يعني وعنده نزلة، فمستنية دعائكم تدعوا له ان هو ربنا يشفيه كده. فزي بعض اعذروني ان انا يعني طولت عليكم في الفيديوهات وما نزلتش الفترة اللي فاتت ديتي فيديوهات. والله السيف ناس جامدة، ترجيع واسهال وسخونة جامدة واعطينا الحقن ومفيش فايدة برضو، العلاج مش جايب نتيجة. فيا رب كده يشفيه لي وادعوا له ان ربنا يشفيه هو وكل اللي زيه وكل مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب. ما تنسيش بقى زي ما انا قلت لك اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم في الله، ربنا يبارك لي فيكم ويديكم الصحه ويحقق لكم كل اللي انتم بتتمنوه. ونرجع بقى زي ما انا قلت لكم تاني. هرجع بعد ما اخلص فرش كده هرجع للحمام تاني عشان اغسله غسله حلوه. هو الفراش طبعا لو انت عندك اطفال ما تكبش الفراش، استنى يا سيدي، ما تكبش الفراش يعني وهي الاطفال موجوده في البيت. حاولوا تكبوهم هم بره البيت يعني عشان ايه الفراش ريحته قويه يعني عشان تتعبهم على صدرهم وكده. وانت برضو لو انت برضو كده تكبيه وتطلعي بره، ما تخشيش تغسليه على طول عشان هو ريحته قويه وهيتعبك يعني. خلاص كده فرشنا اهوت زي ما انتم شايفين. والله حتى سيف ملزق كان على حجر وملزق وتعبان خالص والله. نازله الدور ده جامد معاه خالص، مش مستحمل. حتى العلاج مش جايب نتيجه، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. واستنوني بقى فيديو جديد من فيديوهاتي على قناتي الست المصرية على أصولها. وإلى اللقاء إن شاء الله فيديو جديد إن شاء الله من فيديوهاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.